اسمعني قبل ما تخش تحفل عليا في الكومنتات. انا عارف انت منتظر تسمع ايه عن الايفون اير الجديد. موبايل بيسخن، بطاريته وحشه، والسماعات بتاعته مونو مش ستيريو. دي العيوب اللي كل الناس بتتكلم عليها من ساعه ما الايفون اير ما نزل. بس انا هقول لك الحقيقه، بعد استعمالي للموبايل ده وفي الحر بتاع دبي بالمناسبه، عايز اقول لك ان دوت يمكن يبقى احسن ايفون نزل السنه دي، حتى مع الحاجات اللي كل الناس بتقول عليها عيوب. وصدقني انت مش هتفهم الموبايل دوت حلو قد ايه غير لما تجربه وتمسكه بايدك. فخلينا نخش مع بعض في التفاصيل علشان انقل لك التجربه بافضل شكل ممكن. اولا ايوه الموبايل بيسخن، بس مش بالشكل اللي انت متخيله خالص. الحراره كلها جت معايا من الجزء اللي تحت الكاميرا دوت، وجت معايا في اول يوم استعمال علشان بنقل الداتا بتاعتي عليه، بنقل الابلكيشنز الصور، وقاعد عمال احمل حاجات كتيره جدا من على النت. فاي حد اشترى ايفون بيبقى عارف الموضوع ده، اول يوم تحديدا الموبايل هيسخن معاك شويه. انما بعد كده، وانا بستعمله على فكره في الحر بتاع دبي، وكنت بستعمله في التصوير كتير قوي لان انا لسه في مرحله الاختبار بتاعته طبعا، ولكن مع ذلك ما كانش بيسخن مني. فالموبايل ما عندوش مشكله اوفر هيتنج زي ما الناس بتتكلم او زي ما الناس متخيله. هو بجد ما عنديش اي مشكله معاه من الحته دي. طب نتكلم بقى على البطاريه، الحاجه اللي مقلقه الناس كلها. بالسمك ده بطاريه الموبايل 3149 ملي امبير. الارقام بتقول لك قد ايه هي بطاريه صغيره، ودوت طبيعي. بص الموبايل رفيع ازاي. وخليني اقول لك، بعد ما قعدت اجربه، انا حرفيا راكن ال 17 وال 17 برو ماكس عشان اجرب الاير من كتر ما انا متحمس له. المفاجاه ان كانت بطاريه الاير مش مختلفه كتير عن بطاريه الايفون 16 العادي اللي انا جربتها السنه اللي فاتت. تقريبا نفس الشعور او نفس التجربه بالظبط. وابل على فكره بتقول لك ان بطاريه الايفون اير احسن كمان، بس انا مش هبالغ قوي كده بصراحه. خلي بالك برضه هو جايب بطاريه اصغر 400 ملي امبير تقريبا، ولكن مع ذلك هو يعتبر نفس التجربه في البطاريه، لان الشيبسيت او المعالج اللي موجود جواه بيوفر احسن. فابل كانت غلطانه قوي اول لما اعلنت عن الموبايل دوت، واعلنت بعديها على الماك سيف باتري بانك اللي موجود في ظهر الموبايل. لان بصراحه انا شايف ان هو اختراع ملوش لازمه. هو انا بشتري موبايل رفيع فبتخنه بعد كده بالشاحن الغريب ده. انما بطاريه الموبايل نفسها بجد كانت مفاجاه بالنسبه لي، ان هي مش وحشه زي ما كنت متخيلها. مش بقوه البرو ماكس، بس مش بضعف الايفون 12 ولا 12 ميني مثلا. طيب خلينا نتكلم بقى على سماعات المونو، المشكله اللي كل الناس برضو قلقانه منها. انا مش هجمل الموضوع، سماعات الاستيريو طبعا احسن. الارتفاع بتاع سماعات ايفون اير كان كويس، بس الدبس والرينج في الاستيريو بيبقى حته تانية خالص. هو بصراحه بيفكرني بالموبايلات الفولدبل، تحديدا الاوبو فايند ان 5 اللي انا كنت بستعمله بشكل شخصي الفتره اللي فاتت. هو برضو كان بيدي تجربه صوت مش احلى حاجه علشان الموبايل رفيع كده برضو. فمن الاخر، لو انت شخص مهتم قوي بالصوت والصوتيات بتاعه الموبايل عموما، الايفون اير مش موبايل معمول علشانك. بس بشكل واقعي اغلب الناس هتستعمله مثلا في تيك توك، او هتستعمله في ان هي تقلب على انستجرام ريلز. الحاجات دي كلها هيبقى شغال عليها كويس قوي، ما حسيتش بمشكله في الحته ديت. بس لو انت حد بتهتم بسماع الموسيقى على السماعات نفسها، الايفون اير مش موبايل علشانك. اتكلمنا على العيوب اللي كل الناس بتتكلم عليها، خلينا بقى نتكلم على التصميم بتاع الموبايل. ده الجزء اللي بيخلي الناس اصلا حابه الموبايل ومتحمسه له. وانا عارف ان انت بتفكر هو في ايه مميز، يعني ده مجرد موبايل ارفع وخلاص. بس انت غلط، هو مختلف، هو مميز، هو حاجه بترجع لي الحماس ومخلياني مبسوط وانا بستعمله. دي حاجه انت مش هتفهمها غير لما تمسك الموبايل في ايدك، غير لما تجربه بنفسك وتشوف الموضوع مختلف قد ايه. سواء الوزن الخفيف قوي ال 165 جرام تقريبا، او السمك الرفيع ال 5.6 ملم، الموبايل بجد احساسه ومسكته في الايد مش طبيعيه. مقارنه بال 17 برو ماكس وال 17 العادي اللي انا كنت بستعملهم اليومين دول، الاير بجد هو اكتر واحد بيحمسني لما بستخدمه. اللون اللي معايا هنا كمان هو السكاي بلو، لون ازرق فاتح قوي زي لون السما. بس بصراحه انا عاجبني، ما كنتش هحبه ان هو يبقى متشبع بزياده قوي. التيتانيوم فريم على الناحيه التانيه انا مغرم بيه هنا. الشكل بتاعه واللون والانعكاسات القويه قوي عجباني فيه. ما تقلقش، هو مش هيتجرح زي ما الستانلس ستيل كان بيعمل، لان هو في الاخر برضه تيتانيوم. اخره هيبصم شويه معاك، وبرضه مش باينه قوي. هو الجوانب بتاعته بتلمع بشكل رهيب لدرجه ان انت ممكن تشوف نفسك فيها. هو زيه زي المرايه. وبجد انا حاولت اتنيه، حاولت ان انا افضل بدوس على الموبايل بايدي الاتنين لحد ما يتقطم معايا او يتني او يحصل له اي حاجه، وبكل قوه عندي. والموبايل ما حصلوش الهوا، ما حصلوش اي مشكله. فمش هتقلق ان انت تستعمل الموبايل دوت كل يوم معاك. بالنسبه للشاشه، فهي حجمها 6.5 انش. الحجم بالنسبه لي كده مثالي، مش كبيره قوي زي البرو ماكس، ومش صغيره زي ال 17 العادي. انا بصراحه بعشق حجم الشاشه دوت، وكان نفسي يبقى فيه نسخه برو بنفس الحجم بالظبط. طبعا من ناحيه المواصفات، هي اعلى شاشه موجوده في ال تي بي او سوبر
ريتنا اكس دي ار اولد ديسبلاي، كل المواصفات الجامده اللي ممكن تقولها عليها هتقدر تقولها هنا، زي ان هي 120 هرتز، اضاءه بتوصل لحد 3000 نيتس، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، وبتدعم الدولبي فيجن. زي ما بقول لك ما فيهاش حاجه ناقصه، وحتى عليها طبقه حمايه جديده بتمنع اي خرابيش عليها. المفروض ان هي كمان برضو عليها طبقه تمنع الانعكاسات، ولكن بصراحه انا شايف ان هي مش موجوده، يعتبر مش حاسس باي فرق ما بينها وما بين اي انعكاسات لاي ايفون تاني. فلو انت متخيل ان هي بقت جامده زي سامسونج في حوار الانعكاسات دوت، لا هي لسه بعيده قوي. في اشاعه كمان بتقول ان الهابتكس بتاعت الموبايل دوت او الفايبريشن اللي بيحصل فيه لما بتيجي تدوس على الكيبورد مثلا معموله بشكل وحش، وتحس ان هو موبايل اندرويد رخيص. الموضوع ده اشاعه بجد يا جماعه، الموبايل انا مش حاسس باي فرق في الهابتكس انجن بتاعه، وهو ظل ممتاز. تعال بقى نتكلم على الكاميرا، وللاسف ما عندكش كاميرا الترا وايد، انت ما عندكش اي كاميرا اصلا في الظهر غير الكاميرا الاساسيه بس، ودي حاجه مزعلاني شخصيا. انا بحب جدا استعمل الكاميرا الالترا وايد، بس الكاميرا الاساسيه بصراحه هي واحده من احسن الكاميرات اللي انت ممكن تجربها. انا بحب كمان الفوتوجرافيك ستايلز بتاعت ابل اللي بتسمح لك ان انت تختار اللوك بتاع الصوره اللي انت عايزه، سواء كانت اضاءه قويه او اضاءه ضعيفه. الالوان والستايل بتاع الصوره في الايفون اير بجد كانت كويسه. السيلفي بقى هي اروش حاجه، انا عجباني جدا السيلفي السنه دي. ابل حطت كاميرا سيلفي جديده في الايفون 17 والبروهات، سواء البرو او البرو ماكس، وطبعا الايفون اير. هو السنسور مربع، فده بيسمح ان يخش لك ضوء احسن للصوره، بس في استعمال روش قوي ليه، ان انت تقدر تصور صور اوسع، وتقدر حتى تتصور بالعرض وانت ماسك الموبايل بالطول. ففكره ان انت تيجي تصور مع صحابك وتبقى مش عارف تمسك الموبايل بالعرض وخايف يقع منك، مش هتحصل لك تاني. كلكم هتبقوا باصين على نفس المكان، ومحدش هيبقى باين ان باصص بعينه في مكان بعيد. مميزات يا جماعه، انا عارف ان هي تبان بسيطه، بس بجد هي جامده قوي. وكمان هي بتشتغل اوتوماتيك، اول لما حد من صحابك بيخش في صوره هو بينقل على طول على الزاويه الاوسع. بالنسبه لي كحد صانع محتوى ديت نقطه لوحدها تحفه، مش محتاج ان انا امسك الموبايل بالعرض ويبقى شكلي غريب وانا بصور بيه. انا هصور بالطول عادي كاني بصور ستوري مثلا، ولكني هكون بصور محتوى حرفيا ليوتيوب من غير ما الفت الانظار حواليا قوي، من غير مبالغه قوي. تجربه التصوير بتاعتها عموما 10 على 10. بالنسبه لاداء الموبايل فهو الكريزه اللي جملت الموبايل ده. عندك اقوى معالج عند ابل اللي هو الاي 19 برو، مش نفس النسخه على فكره اللي موجوده في البرو ماكس، هي المفروض اضعف شويه، ولكن لما تجيب اقوى بروسيسور موجود في العالم وتخليه اضعف حاجه بسيطه، صدقني انت مش هتحس بالفرق. تجربتي مع الموبايل دوت ايا كان مستوى التحميل اللي هتحمله عليه، هو بجد قوي بشكل رهيب. ده غير ان هي موفره في البطاريه وموفره في الحراره على فكره. يعني انا 16 برو ماكس بتاعي كان بيسخن اكتر من كده. تعال بقى نتكلم على الاسعار. سعر الموبايل دوت $1000، في الامارات عامل 4300 درهم، وفي مصر بيتباع ب 79000 جنيه من الاماكن الرسميه بالضرايب مدفوعه طبعا. من الاخر الايفون اير مش موبايل رخيص خالص. لما تيجي تقارنه بالايفون 17 العادي مثلا اللي هو عامل 62500 جنيه في مصر او 3400 درهم، بصراحه هيبقى صعب ان انا ابرر السعر بتاع ال 17 اير. انت هتدفع فلوس زياده، ومع ذلك مش هتاخد الكاميرا الالترا وايد، مش هتاخد تحسن في الكاميرا السيلفي، هي نفس اللي موجوده. وحتى ال 120 هرتز بقت تنزل في الايفون 17، فانت مش هتخسر حاجه خالص لو جبت ال 17، بل بالعكس انت هتاخد كمان بطاريه اقوى. فايوه كقيمه مقابل سعر الايفون 17 يكسب، ما فيهاش نقاش، وما فيش حد عاقل هيقول لك حاجه غير كده. بس الاير مميز، موبايل مختلف يا جماعه. ابل جربت حاجه جديده هنا ومختلفه، وانا مقدر ده قوي، علشان اصلا لو ما كانتش عملت موبايل زي كده كانت كل الناس وانا واحد منهم هنتضايق وهنهاجمهم ان مفيش تجديد والموبايلات بقت ممله. احنا اصلا اكتر ناس بتشتكي ان الموبايلات كلها بقت شبه بعض، فما ينفعش لما يعمل لي موبايل مميز زي الايفون اير اتضايق، خصوصا ان هو ما لغاش الاختيار الاعتيادي زي الايفون 17. فبالعقل الايفون 17 يكسب، ولكن بالقلب بالحب حرفيا بالاستمتاع، لا انا شايف ان الايفون اير في حته تانية خالص لوحده. فقول لي رايك انت في الكومنتات، شايف المميزات والحاجات الجديده اللي موجوده في الايفون 17 اير تستاهل تضحي عشانها وتدفع السعر الاغلى بتاعه، ولا هتروح للصفقه الاحسن من ناحيه المواصفات وتتجه للايفون 17 العادي؟ بس كده، ما تنساش تعمل لايك وتدوس على زر سبسكرايب علشان تتفرج كمان على مراجعه الايفون 17 العادي لما تنزل. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استني في الفيديو جاي.